صباح الخير عليكم. طبعا من أول الطريق أنا قلت أني لا ضد الرجال ولا ضد المرأة، أني بس نحكي الواقع الموجود. أحب أقول دائما للمرأة، خاصة المرأة العربية، طبعا أكيد أني أحترم تقاليدنا العربية، لكن المرأة لما تشتغل أبد ما تنتظر من رجال يصرف عليها، لأن أي واحد، لا المرأة والرجال، الأخت والأخ ما أدري إيش، حتظل دائما تحت رحمة هالشخص أو هذا. يعني دائما المرأة لما تشتغل راح تكون إلها كيان، راح تشوف العالم كيف عايشة، راح تشوف الواقع كله، راح تكون حرة نفسها، راح تكون إلها شخصية، أفكارها تتغير، كلها تتغير. لما تنتظر من واحد راح تظل أكيد لا شخصية ولا قيمة، وراح تظل أكيد ذليلة. لا تقولوا لي ولا تناقشوني بهالموضوع. هيدي الغربة علمتنا كثير أشياء، فلا تتوقعون أن الغربة زينة. هنا ترى الحياة جدا صعبة. أحبكم هواية طبعا، وحبيت أقول طبعا كثير ناس طلبوا من عندي أنه أوصلكم هاي الصورة. في كثير ناس عم تنزل من الدول الأوروبية أو من أمريكا أو من استراليا للدول العربية، تنزل وتنطي هالمظاهر، تظل هايدي المظاهر اللي يسووها بس شهر واحد. أتحداكم إذا يبقى أكثر من شهر، هاي الشهر لين تخلص فلوسه يجينا يموت الجوع، يرجع يكون يا عايش على الدولة. طبعا أكيد مع احترامي في كثير ناس عايشة من الدولة بس عايشة حياة قنوعة وظروفها، لكن في ناس هايدي اللي عم تنزل كلها مظاهر، تيجي هنا وفي ناس عم تحاسب غير ناس وتقول لهم ها فلان نزل عم يصرف، انتم ليش ما عم تدزونا؟ في ناس هنا عم تتعب وعم تهلك وحرام عم تشتغل لحد ما تموت. وهاي الناس اللي عم تعيش للمظاهر هايدي كلها فيك، كلها من برا. لا تصدقون احد، لانه هنا جدا الحياة صعبة. فلما ينزل لعندكم يشوفكم هاي المظاهر بس هذا الشهر. أحبكم هواية. صباح الخير. طبعا تحية كبيرة للبنت اللي قالت أني زوجي يصرف علي وما يطلب مني أشتغل. طبعا أكيد أني لما أحكي لما أقول طبعا أكيد دائما نقول البعض، لكن عم بحكي أني أكثر غالبا بالغربة الرجال ويا المرأة ما يصرف عليها، واللي يقول يصرف عليها تكون كذابة. يا تشتغل وياه وتساهم بالبيت والنص بالنص يدفعها. وكثير صارت مشاكل بين المرأة والرجال على راتب الدولة وعلى راتب الهيدي الشغلات، ويتطلقون وكلها راتب الدولة هو بس تاكلين وتشربين، يعني محلك سر. فأني أقول فهيدي العقلية ماكو بعد، وأرجع وأقول ماكو بعد رجال يصرف على مرية. لما يصاحبها حيصرف عليها بس أول شهر ومع السلامة واتكلي على الله. وصلت ولا ما وصلت من الصبح؟ الإنسان اللي قلبه مملوء بالمحبة لا يحسد أي إنسان، يفرح لنجاح الآخرين فرحا مع الفرحين، مش حسدا للفرحين، فرحا مع الفرحين. هاي صديقتي، هاي صديقتي اللي ما تحكي، هاي صديقتي، هاي صديقتي، هاي تسمع لي، هاي تحبني. شو وقت تحكين؟ شو وقت تحكين؟ شو وقت تحكين؟ احكي وياي، احكي. اموت عليك، اموت ذبح. هاي صديقتي، هاي صديقتي، هاي صديقتي اللي ما تحكي. انا بعد ما اريد اصدقاء. هاي صديقتي، هاي تسمع لي، اموت عليك. شو وقت تحكين؟ شو وقت تحكين؟ شو وقت تحكين؟ اريد تحكين. احكي الف باء تاء. اموت، اذبح، اني اذبح، اموت. ها تفرجوا، دا تشوفوها، دا تشوفوها حضرة جنابها، دا تشوفون سلتها، دا تشوفون غراضها. هاي ما يعجبها العجب، وهي لا شغلة ولا عملة، وما تدفع إيجار ولا كهرباء ولا تشوف البريد. عطالة بطالة ما تاكل أحسن أكل وتشرب حليب الثخين، ما يعجبها إلا أبو الدب حضرة جنابها. ما تشرب أي كان أي الأكل الطيب، ما تاكل إلا الأكل الأرقى. وهذا صوتي أنا معلمتها على دلال الفقر. بدك تروحين تشتغلين، افتهمتي؟ ها شوف شو عين قوية وشمالة، هي أم البيت. ما يعجبك مو تروحين تدورين شغل، يلا بالعجل. تشوفون. طبعا مساء الخير عليكم. اليوم بنت من السعودية جابت لي هدية. طبعا جاية هي شغل ويا زوجها، وجوني هنا للمطعم ياكلون وقدروني بهاي الهدية. طبعا هيدي عندي يعني ما أعرف أنا شو أقول،
يعني هيدي الهدايا اكيد واحد يفرح بالهدايا، بس عم بفرح بمحبه الناس وهي الكم الهائل اللي دا يجي لعندي. احبكم سعوديه. I love you so much. صباح الخير. طبعا شكرا جزيلا لاهل الكويت، عائله اجتيني غرقتني بهداياهم وغرقتني بمحبتهم لإلي. هيدي الورد يعني طبعا هو يوم كرنفال، بس هم جابوا لي الورد لمحبتهم. يعني انا كان اليوم قلبي شويه مقبوض، لكن لما شفت هالشيء اليوم كلش اني فرحانه. انتم تقولون انا اعطيكم طاقه ايجابيه، انتم عم تنطوني طاقات بهاي الاشياء وهي محبه العالم. احبكم كويت واحب كل الدول. I love you so much. Thank you very much. شكرا. الله يخليك، الله يخليك، الله يخليك، الله يخليك. والله عم تخجليني، والله عم تخجلوني، والله بعد ما اريد هاي الاشياء. والله هاي جيتش تسوى مال الدنيا عندي. والله اني ما اريد لا ذهب ولا فلوس، اريد هاي محبتكم. والله يشافيك والله يعطيك الصحه والعافيه، والله الله يطول عمرك، الله يخليك. طبعا متابعه من الكويت واتشكركم هوايه، جايه هي وعائلتها مخصوص على مودي. اني بعد هاي شريد من الله، يعني هاي يعني هذا اللي يصير اني ما يعني معجزه. الله يخليك. خلاص غاي. صباح الخير عليكم، ان شاء الله تكونون تمام. في كثير ناس عم يقولوا لي انه ليش تكنسوا هاي من باب ما هي صاحبه المحل. هاي الشيء حبيت اقول للعالم كلها اللي عندها مصالح واللي قاعده بالبيت، ضلوا اشتغلوا، ضلوا اشتغلوا، لا تروحون تسوون شفط وبعدين تدورون اكل ديئات. اشتغلوا اشتغلوا اشتغلوا. هاي الدكاتره كلها يضحكون عليكم، لا شفط ولا نفخ. راح تسوين شفط يرجع للشفط بس تاكلين. اشتغلي وتحركي، لا تقولي لي مريضه. انا يمين عندي كل جسمي يوجعني بس عم بشتغل، عم بشتغل. اشتغلي اشتغلي. تعب تعب تعب. احبكم هوايه. لازم يوميا ننظف احنا. هاي يوميا باعوا سجاير هاي العالم. قولوا لي المانيا كلها هاي لازم نكنس. كل واحد يعتمد على تربيته وعلى نظافته. احبكم هوايه.